عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. شكرا بزاف على خطيكم، على الدعم اللي كديروا ليا وعلى النصائح اللي كتقولوا لي على خطيكم. اللي بغى شي حاجه كنقدمها لكم، واليوم جيت نقدم لكم نوريكم الطريقه ديال الكبده. غادي نديرها مع السبانخ او لي زيبيناغ، وعندنا فيها 2 بصلات، وعندنا السبانخ على حسب الرغبه اللي كتبغيو، وعندنا فيها الحامض، عندنا القزبر، عندنا جريز الثومه، وعندنا العطريه، وعندنا الكبده. هادشي اللي عندنا في هذا. غادي نشدو بصله ونقطعوها، هذه كتجي مشرمله مع سميتو مع الكبده، كتجي زوينه. هذه صحيه، كنديرها انا على الطريقه. البصله تكون رقيقه باش دغيا تذوب لينا هكا. نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم ويعجبكم وصفاتي. كنقدم لكم انا عيش صحي. هاد السبانخ راه مزيانه لصحه فقر الدم وصحيه. علاش اللي ما نزعماش، وهي رخيصه ماشي غاليه. تقدروا ديروها غير بالكبده ديال الدجاج. انا اليوم غنديرها ديال البقره او البقر البقر هكا. نديرو البصله بهاد الطريقه، تكون رقيقه هكا، تكون رقيقه. غادي نديرها في المقله، غندير غير بصله وحده جاتني هي هذيك، غندير 2، غندير وحده. غادي نشد القزبر حتى هو نقطعو رقيق هكا. هاد الوصفه كتجي زوينه. كنشرملو الكبده وكنديروها مع الزبانخ، كتجي مفيده للصحه، كتقعد حتى القليل اللي فيه السخفه يديرها، كتجي زوينه. اي حاجه نديرها كتعجبني كنشاركها معكم هكا. القزبر واخا يكون غليظ حيت غيتخلط مع السبانخ غيجي واضح بحال هكا. الثومه حتى هي نقطعوها بحال هكا هكا. بغيتي تحكوها بغيتي تقطعوها، انا كتعجبني بحال هكا كتجي باينه. كتعرفوا السبانخ راه بحال البقوله هكا. صافي على هاد الطريقه نحطوها حتى هي مع البصله والقزبر. كنزيدو عليها شويه زيت بلديه باش كنردوها تشحر. عاد كنديرو الاقامه وعاد غنقطعو السبانخ وغادي نرجع معكم. غنديرها في القلبوطه نرجع معكم بعد ما كنحطو البصله وداكشي الاخر كيتشحر باش تزين لنا البصله. كنشدو هاد السبانخ حتى هي كنقطعوها بحال هكا هكا. واخا تقطعوها غليظه حيت هي داك السبانخ كتذوب، كنقطعوها على هاد الشكل. ملي كتشحر البصله وداكشي كنرميوها، عاد كنقطعو الكبده وكنديرو عليها الحامض. هاد البصله صافي بارك عليها، كنديرو الحامض عليها في الاخر. صافي انا نقرب كلشي هكا. كتجي حتى هي بحال السلطه زوينه واعره هكا. كلشي راه كيعرف يقطع هادشي هكا. انا راه دابا البصله كتشحر باش تذوب، البصله شويه كتشد طياب. صافي كنقطعها بحال هكا ونرجع نقطع معكم الكبده وانا جايه.
انا رجعت نقطع معكم الكبده بحال هكا، كتجي على هاد الطريقه، قطعوها رقيق هكا هكا. اللي عندكم ديال الدجاج ديروها حتى هي كتجي زوينه، عطيوها لوليداتكم هكا ياكلوها، عائلتكم اللي كتعجبو بحال هكا يدير لها هكا، كتجي زوينه بهاد الطريقه. صافي هكا صافي. انا غندير هاد القدر غادي نخليها ندير لها الشوا وغنرجع معاكم. ها هي قطعتها على هاد الشكل، كتجي بحال هكا رقيقه، ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه. غنجيب معكم المقله، كتجي على هكا البصله كتذوب هكا، عاد كنزيدو على السبانخ اولا زيتونات هكا. صافي كنردوها حتى هي تهبط شويه، وعاد غنرميو عليها الكبده واللقامه ونرجع معكم. ها هي بعد ما نزلات لينا ولات على هاد الشكل، كتذوب واحد شويه والبصله والثومه وداكشي، كنرميو عليها هاد الكبده هكا كنرميو عليها. صافي كنديرو عليها هكا، كنديرو عليها الطريه. العطريه شنو فيها؟ عندنا فيها التحميره، شويه السودانيه، شويه هذا القزبر مدقوق، وشويه الكمون، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الملح، سكينجبير. هادشي اللي كنحتاجو لان درنا فيها الثوم والقزبر هكا. صافي كنعصرو فيها الحامض هكا هكا. ما نقولش لكم كتجي لذيذه، جربوها بهاد الطريقه. حتى ديال الدجاج كتجي زوينه. انا كنجمع دوك الكبدات ديال الدجاج وكترشق ليا عليها، كنديرها وكندير عليها الزيت البلديه هكا، شي نص كاس هكا. صافي وغادي نحطوها دابا تشرحها. كتعرفوا الكبده دغيا كطيب هكا على هذا الشكل، وغادي نحطها دابا عاوتاني فوق البوطه ونغطي عليها شويه غير طيب الكبده. وانا راجعه معكم هكا، كتجي بحال هكا. انا نغطيها فوق البوطه، ها هي كطيب، كتجي على هاد الطريقه بحال هكا. ما كديروا فيها حتى شي حاجه والو كاع. الا شفتوها شويه شدات لكم الطياب غديروا معلقه ديال الماء، ما تفوتوهاش مثلا، حيت هذيك الصبانخ وداكشي كتطلق الماء وهي حتى هي كتطلق الماء. نديروها حنا في هاد الطبيصيل هكا هكا، كتجي رائعه بهاد الطريقه هكا. صافي هذا المكان كنديروا عليها شويه ديال القزبر هكا هكا، شويه العين هذه من كنهضر على العين تاكل. صافي كنحطو معها شي طريه الحامض هكا هكا. صافي وكتجي على هاد الطريقه. ما نقولش لكم كتجي بنينه 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 هكا. شهيتكم فيها هذه الكبده مشرمله مع الصبانخ، وكنتمنى تعجبكم وديروا ليها كومونتير وتشكروني عليها. غتديروها غتعجبكم يا بالكبده ديال الدجاج يا بالكبده ديال البقر يا باي حاجه. المهم الا زعما كاينين الا ما درتوهاش بالصبانخ كتجي، لا خاصها الصبانخ كتجي معاها زوينه. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وشكرا شكرا على الكومونتير وعلى الدعم وعلى الشكر اللي خطيكم. وتا دابا دخلوا عندي وشوفوا هاد الشيوه وكتبوا لي عليها وديروا لي عليها كومونتير ولا اللي خطيكم. باي باي، السلام عليكم، شهيه طيبه.